السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد جئنا لكم بموسم جديد من مواسم برنامجكم، برنامج الحافظ الرباني. ومسابقة الحافظ الرباني هي مسابقة في أسئلة عامة في القرآن يجهلها العوام ولا يعرفها إلا الماهر بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومعنا في هذا الموسم 12 متسابقا مقسمين على 4 مجموعات، في كل مجموعة 3 متسابقين. أما المجموعة الأولى ففيها المتسابق محمود محمد علي، والمتسابق مصطفى طه، والمتسابق المعتصم رفاعي. ومعنا في المجموعة الثانية المتسابق عبد الرحمن الرفاعي، والمتسابق أحمد طه، والمتسابق الثالث حمزة صابر. ومعنا في المجموعة الثالثة المتسابق مصطفى عبد الله، وزياد محمود فتحي، ومحمود سيد. ومعنا في المجموعة الرابعة والأخيرة المتسابق أنس ورداني، والمتسابق عبد الرحمن أحمد، وأخيرا المتسابق الحسن حمدي. والمسابقة تتكون من 5 فقرات. الفقرة الأولى فقرة الجرس، وفقرة الجرس تتكون من 10 أسئلة لكل سؤال نقطة، ومعنا في هذه الفقرة 10 نقاط. السؤال 9 قبل الأخير: السورة التي ذكر في كل آياتها لفظ الجلالة الله. سورة المجادلة. سورة المجادلة. أحسنت، إجابة صحيحة. والفقرة الثانية فقرة المزاد. هذه الفقرة تتكون من سؤالين، يجب على المتسابق إجابة السؤال الواحد خلال 30 ثانية، ولكل سؤال 5 نقاط. أصبحت الآن 20 نقطة. كم تستطيع أن تذكر من أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ ومعاك 30 ثانية. كم يا نس؟ ممكن 8 إن شاء الله. 8. عندك أكتر من 8 يا حسن؟ 10 إن شاء الله. 10. عندك أكتر من 10؟ 11. 11. عندك أكتر من 11؟ عارفين كم نبي ذكر في القرآن؟ 23. 25 نبي. عندك أكتر من 11 يا حسن؟ 12. 12. عندك أكتر من 12؟ 13. 13. أكتر من 13؟ لا. فيش أكتر من 13. جاهز؟ إن شاء الله. تايمر. سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا سليمان، سيدنا داود، سيدنا محمد، سيدنا شعيب، سيدنا صالح، سيدنا هود، سيدنا يونس، وذا الكفل وإسماعيل. احنا عايزين 13 كده 11. وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وإبراهيم. أحسنت، إجابة صحيحة. عليهم الصلاة. ومعنا في الفقرة الثالثة فقرة العد التنازلي. والعد التنازلي يتكون أيضا من سؤالين، كل سؤال 5 نقاط، وأصبح العدد الآن 30 نقطة. اذكر السور التي لا يزيد عدد آياتها عن 7 آيات. الكوثر، الإخلاص، الفلق، الناس، الكافرون، النصر، الماعون، قريش، العصر،
المسد. المسد. التكاثر. التكاثر إجابة خاطئة. إجابة خاطئة أيضا. عندك صور ثانية ولا خلاص كده؟ القادر. القادر إجابة صحيحة. الزلزلة. الزلزلة إجابة خاطئة. كده فاضل صورتين. الفاتحة. الفاتحة إجابة صحيحة، أحسنت. فاضل باقي سورة. عندك الشرح. سورة. الشرح. الشرح إجابة خاطئة. سورة بين الهمزة وقريش. الفيل. سورة الفيل إجابة صحيحة، أحسنت. والخمس نقاط لحمزة. ومعنا في الفقرة الرابعة فقرة جديدة من نوعها، فقرة خمن السورة. وفقرة خمن السورة تتكون أيضا من سؤالين، كل سؤال أيضا 5 نقاط، وأصبحت عدد النقاط الآن 40 نقطة. ابدأ أنس. النصف الأول من القرآن. نعم. هل هي في النصف الأول من القرآن؟ نعم. هل هي في الخمس أجزاء هل هي من سورة الفاتحة إلى سورة النساء؟ نعم. هل هي من سورة المائدة إلى سورة الأنفال؟ لا. هل هي من سورة البقرة إلى سورة النساء؟ لا. وفعلا التوبة. لا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. ومعنا في الفقرة الخامسة والفقرة الأخيرة فقرة تحت الضغط. وهذه الفقرة تحتوي على 10 أسئلة إجابتها بنعم أو لا أو صح أو خطأ، وال10 نقاط تذهب إلى متسابق واحد، هو المتسابق الذي يجيب على أكثر عدد أسئلة. وهكذا يكون المجموع الكلي 50 نقطة. تيمو. سورة الفلق مكية. خطأ. تفسير كلمة الذاريات أي الملائكة. صح. القائل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ذو القرنين. خطأ. السور التي تقع بين العصر والفيل هي الهمزة. صح. سورة الحديد بدأت بيسبح لله. صح. غلط. حكم النون في كلمة من يعمل الإدغام. صح. السور التي قبل الفلق هي الناس. خطأ. آخر آية في سورة البلد عليهم نار مؤصدة. صح. أفضل آية الدين. خطأ. المعوذتان هما الفلق. انتهى. صح. على خير الفلق والناس. ونتمنى التوفيق لجميع المتسابقين، وكل عام وأنتم بخير. إنها سبيل ظلها ظليل إن كنا إخوة في الله.